من القصص الحقيقية المرعبة اللي انتشرت في الفترة الأخيرة كانت قصص بتتكلم عن موضوع فوبيا مايكل جاكسون. فيديو اتسرب من الدارك ويب وانتشر بشكل كبير زي الفيروس ما بين الناس. الفيديو كان عبارة عن إن في دمية، أو بمعنى أصح كان في تمثال شبه مايكل جاكسون. الشبه كبير جدا، واكيد معظم عارف اللي بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي عارف مين مايكل جاكسون، واللي ما يعرفوش فهو يعتبر من اشهر المغنيين عبر التاريخ. مايكل جاكسون كان بيثار حواليه بعض علامات الاستفهام، لدرجة ان الناس اتقسمت جزئين، جزء بيقول ان هو توفى وجزء تاني بيقول ان هو لسه حي. بس ده عامة مش موضوعنا دلوقتي. القصة اللي احنا هنحكيها مع بعض حصلت مع شاب اسمه محمد من السعودية. بيقول محمد ان هو كان فاتح التيك توك بالصدفة وظهر قدامه فيديو لتمثال بيتحرك. التمثال شبه مايكل جاكسون بالملي، وكان مكتوب تحت الفيديو فوبيا مايكل جاكسون. العنوان بتاع الفيديو الصراحة أثار فضول محمد، وفضل محمد فعلا ورا الموضوع وعرف ايه قصة فوبيا مايكل جاكسون دي. بس للأسف يا ريته مهتم بالموضوع. محمد بيحكي وبيقول ان الفيديو اللي على التيك توك مجرد مشهد صغير من الفيديو الاصلي. محمد مسكتش، قعد يدور على الفيديو الاصلي فترة كبيرة لحد ما وصل له. بس اللي كان منزل الفيديو الاصلي كان محذر ان اللي يشوف الفيديو ما يكونش اقل من ال 18 سنة، ولو حتى فوق ال 18 سنة اهم حاجة يكون مش بيخاف، لان الفيديو كان مصنف ان هو في قائمة الرعب، ومش رعب عادي اللي هو كلمة كده وخلاص، لا، رعب بالمعنى الحرفي للكلمة. بيقول محمد ان في الوقت اللي كان بيسمع الفيديو ده كان قاعد لوحده في البيت بالليل، واما شاف الفيديو حس بخوف وانقباض غريب حصل في قلبه مرة واحدة، خصوصا لما شاف التمثال بيحرك دماغه وبيبصله بصات غريبة جدا. محمد حكى الاعراض اللي ظهرت عليه بعد ما شاف الفيديو. محمد بيقول ان نفسه اتكتم وكان بيتنفس بصعوبة، ونبضات قلبه بقت سريعة ازيد من اللازم، وبدأ يعرق بشكل هستيري بدون اي مبرر، لدرجة ان هو قفل الفيديو فورا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. بيقول كمان ان هو قعد بعديها اكتر من ساعتين في توتر شديد لحد ما تعب من كتر التوتر ونام على نفسه. ويا ريته ما نام، ومن الاساس يا ريت اللي جرى مكان. صحي محمد الساعة 1 أو 2 تقريبا بالليل مخضوض بدون أي سبب. هو بيقول إنه كان صاحي بس في حالة غريبة، عينيه مفتحة وشايف كل حاجة حواليه وحاسس ومدرك بكل حاجة، لكن جسمه متكتف وأكنه مشلول، مش قادر يتحرك ولا يتكلم، وكأنه في حلم أو لسه نايم. بس هو متأكد إن هو صاحي وشايف كل حاجة حواليه. حالته كانت غريبة لدرجة إن هو مش قادر يوصفها. شايف الساعة والعقارب بتلف، شايف الكراسي حواليه، شايف تفاصيل الأوضة بتاعته كلها، وشايف تمثال في ركن الأوضة. بس ثانية واحدة، هو التمثال ده ايه اللي جابه هنا؟ ده التمثال اللي محمد شافه في الفيديو قبل ما ينام، التمثال بتاع مايكل جاكسون. كان واقف وعمال بيبص لمحمد وبيحرك راسه وبيبصله نفس البصات اللي كان بيبصها في الفيديو. في اللحظة دي محمد حس ان روحه بتطلع من الرعب والخوف اللي كان فيه. كان بيحاول يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن لسانه ما كانش قادر، حاسس ان هو مشلول، لحد ما اخيرا قدر يقولها ولسانه فك. التمثال بيبص لمحمد ومركز معاه، ومحمد بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كل شوية. كان عمال يكرر الاستعاذة كل شوية، لكن صوته مش قادر يطلع، صوته بس هو الوحيد اللي يقدر يسمعه. محمد بيقول ان فكرة ان التمثال ثابت مكانه وعمال يبصله مرعبة اكتر من ان التمثال يتحرك من مكانه ويجي عليه. المشكلة ان محمد ما كانش قادر ان هو يغير اتجاه نظرته، وكأن في حاجة بتجبره ان هو يبص للتمثال. بيقول كمان ان هو كان حاسس ان في حاجة حاطة ايده على صدره كاتمة نفسه، لحد ما اخيرا قدر ان هو يتلو آية الكرسي، عشان مجرد ما يخلص الآية يلاقي نفسه فاق من اللي هو فيه. اما فزوع بعديها وبينهج، وفضل يبص حواليه لحد ما لقى ان التمثال اختفى تماما وكأن شيئا لم يكن. من بعديها
هو ما عرفش يرجع ينام تاني، وده شيء طبيعي. محمد بيقول ان هو رجع يمسك الموبايل تاني ويدخل على الفيديو عشان يعرف ايه اللي حصل له ده وسببه ايه، عشان محمد يتأكد ان الفيديو بالفعل متسرب من الدارك ويب. كلمة الدارك ويب خلينا نشد تحتيها 100 خط. احنا قلنا وحذرنا قبل كده بلاش حد يفكر ان هو يدخل على الدارك ويب، سواء قلبك جايبك او مش جايبك، اياك والموقع ده بالذات، لان في قصة هنحكيها في الفيديو اللي جاي عن الدارك ويب، جريمة من ابشع الجرائم اللي حصلت. المهم محمد رجع قرا الكلام اللي مكتوب على الفيديو، ولقى ان التحذيرات اللي كانت مكتوبة عليه بالفعل كانت حقيقية. مش بس كده، ده كمان لقى فيديوهات لناس بتحذر من عدم سماع الفيديو ده، وكمان لقى ناس بتحكي تجربتها عن اللي حصل لهم بعد ما سمعوا الفيديو ده. والصدمة ان في ناس انتحرت بعد ما سمعت الفيديو ده، وكأن الفيديو متصمم ان هو يدمر حياة اي حد يشوفه. محمد نهى كلامه بانه خلاص عرف ايه المقصود بفوبيا مايكل جاكسون، وكمان بيقول ان حياته اتحولت لجحيم لدرجة ان هو دايما بيفكر في الانتحار بدون اي سبب وبدون اي مبرر. وكمان ما ينصحش ان اي حد يشوف الفيديو ده، سواء الفيديو ده او اي فيديو عامة جاي من الدارك ويب، لان مصيره هيكون نفس مصير محمد. بس كده، واشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.